في كل ما يتفقون عليه، والله أعلم. هل يجوز عمل نقش الحناء في مصلى النساء؟ يعني ما الذي بقي للآخرة؟ ما الذي بقي لأماكن الصلاة؟ إن كان الحناء يقام في المصليات أو في مدارس القرآن كما أسمع عن بعض الأماكن، فما الذي بقي للآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه الذين ينشدون الضوال في المسجد والذين ينشدون ما يغيب عنهم من لقط ونحو ذلك ويأتون لأجل أن ينشدوها في المسجد، كان في بعض الأحاديث كان يقال له: لا رد الله عليك ضالتك. والشخص الذي يتكلم في المسجد أو يبيع أو يبتاع في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين لهم أن المساجد لم تبنى لمثل هذا الأمر، لم تبنى لإنشاد الضوال، لم تبنى لتكون سوقا من أسواق الناس. ولأجل هذا نقش الحنة هذا له أماكن، من شاءت أن تنقش حناها فلتنقش في بيتها أو في أي مكان أما المصليات، فتحفظ لها هيبتها، يحفظ لها وقارها، ولا تجعل مكانا لمثل هذه الأعمال الدنيوية المحضة، والله تعالى أعلم.